عاوز تزود معدل حرق الدهون عندك وتخس بسرعة؟ هديك النهاردة 10 نصايح اوعدك لو طبقتهم هتخس بسرعة الصاروخ وهتلاقي نتائج عظيمة جدا في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. النصيحة الاولى انك تخلي البروتين وجبة اساسية في كل وجباتك. البروتين مش بس بيساعد على بناء العضلات، لا ده كمان هيساعدك على الشبع لاطول فترة ممكنة، فهيساعدك في سد الشهية بكل سهولة. ده غير طبعا ان هو هيبعد جسمك عن الترهلات، فانك تخلي البروتين اساسي معاك دي حاجة مهمة جدا. فخلي دايما في الفطار بتاعك يكون البيض عنصر اساسي مثلا، يعني خلي الغدا بتاعك يكون فيه دايما لحمة او فراخ او سمك عنصر اساسي. خلي العشاء بتاعك يكون فيه دايما زبادي، وخصوصا لو زبادي يوناني يبقى افضل بكتير، تكون عنصر اساسي. النصيحة التانية الثابتة عندنا وهي انك تزود شرب المية بتاعك. المية مهمة جدا في جميع العمليات الحيوية، هتزود معدل الحرق بشكل كبير جدا، هتساعدك في سد الشهية. فحاول تشرب على الاقل 3 لتر يوميا، يعني تشرب كوبايتين مية قبل كل وجبة، هتزود معاك معدل الحرق، هتسد معاك الشهية، هتساعدك في ازالة السموم في الجسم، وهتفوقك بشكل كبير جدا. المية مهمة جدا في رحلة التخسيس. النصيحة الثالثة انك تزود من كمية الالياف في اكلك. الالياف مهمة جدا في عملية الهضم، هتحسن الهضم بتاعك، هتحسن من صحة الامعاء، هتسد معاك الشهية بشكل كبير جدا. فخلي دايما الالياف تبقى موجودة، دايما يكون في اكلك على الاقل شوية سلطة او خضروات، خيارتين، جزرايه، سلطه. السلطه عظيمه جدا في رحله التخسيس. النصيحه الرابعه انك تقلل من النشويات، وخصوصا النشويات المكرره زي العيش الابيض، زي المعجنات، لانها بتخلي مستوى السكر في الدم بيعلى بسرعه جدا، تمام؟ فهتساعد على تخزين الدهون في الجسم بكل سهوله، فحاول تقلل منها. وطبعا ابعد عن الحلويات المصنعه وعن الشيبسي والبيبسي والحاجات دي، حاول تمنعها خالص، تمام؟ وحاول دايما تكون النشويات بتاعتك نشويات صحيه من مصادر طبيعيه، زي الشوفان، زي الرز البسمتي، زي البطاطا الحلوه، زي البطاطس. الحاجات دي كلها نشويات بس كويسه جدا لصحتك. النصيحه الخامسه انك تبدا تتناول دهون صحيه. مش كل الدهون مضره، لا في دهون صحيه مهمه جدا لصحتك اصلا، هتزود معاك معدل الحرق، هتزود عندك الاحساس بالشبع، هتحافظ على التوازن الهرموني في جسمك. فالدهون دي لازم تبدا تتناولها بكميات معتدله. زي ايه؟ زي الافوكادو، زي زيت الزيتون، زي مكسرات زي اللوز والجوز وعين الجمل، تمام؟ الحاجات دي كلها كويسه جدا. زي الاسماك الدهنيه برضو ابدا ادخلها في نظامك، على الاقل السمك تخليه مرتين في الاسبوع. الدهون الصحيه مهمه جدا وهتفرق معاك في زياده معدل الحرق وفي سد الشهيه وفي توازن هرموني صحي. النصيحه السادسه انك تبدا تضيف سناك بين الوجبات، تمام؟ خصوصا بقى لو انت بتاكل وجبتين في اليوم وبتيجي تقول لي والله انا طول اليوم ما باكلش، بس باجي باكل وجبه كبيره جدا مره واحده، فده برضو هيزود مستويات السكر في الدم مره واحده، هيساعد على تخزين الدهون، ودي مش حاجه صحيه. لو انت شخص كده فانت ابدا ضيف سناك في اليوم، يعني كل على الاقل 3 ل 5 وجبات في اليوم بتاعك، تمام؟ السناك دي ممكن تاخد فيها الدهون الصحيه اللي قلنا عليها، تاخد شويه مكسرات، تمام؟ ممكن تاخد فيها ثمره فاكهه، تاخد فيها ثمره فاكهه مع علبه زبادي، تاخد فيها خيارتين وسلطه. الحاجات دي اصلا بتساعد على السد الشهيه، مش هتخليك تلخبط في الوجبه الكبيره اللي تيجي تاكلها. انت اصلا واكل قبلها بساعه ولا بساعتين، هتبقى شبعان، فمش هتلخبط بشكل كبير جدا. طيب لو انت من الاشخاص اللي باكل وجبتين في اليوم والوجبتين دول مش كبار، فخلاص ساعتها ما ننصحكش ان انت تضيف سناك، لان انت اصلا تاكل قليل والدنيا معاك كويسه، ده احنا كده هنزود لك، تمام؟ فانت لو بتاكل وجبتين معتدلين او 3 وجبات معتدلين مش لازم تضيف سناك. لكن لو ما بتيجي على الوجبه ما بتبقاش قادر تمسك نفسك وبتاكل بكميه كبيره جدا، يبقى السناك هتساعدك بشكل كبير جدا في انك تحافظ على وزنك وتخس بكل سهوله كمان ان شاء الله. وده اصلا يوصلنا للنصيحه السابعه اللي هنقولها، وهي انك تبدا تتحكم في حجم الوجبات اللي هتاكلها. يعني حتى الاكل الصحي لو كلت منه كميات كبيره هتزيد في الوزن، تمام؟ يعني مش ينفع تقول لي طب ده انا هاكل بروتين، هاكل كل يوم فرخه، تمام؟ ورز بسمتي، رز بسمتي صحي اهو، هاكل كل يوم 12 معلقه. لا، برضو محتاج تبدا تتحكم في وجباتك وتاكل باعتدال من الوجبات الصحيه دي، ما تفتحش خالص، تمام؟ ودايما بقى النصيحه السهله في الموضوع ده انك تاكل في اطباق صغيره. انت اصلا لما بتاكل في الطبق الصغير بتحس بالشبع بسرعه، لكن لما بتحط طبق كبير قدامك وتقول ده انا هاكل شويه دول وهسيب الباقي، بيبقى الموضوع صعب وتقيل جدا على النفس. والنصيحه الثامنه بقى انك تبدا تتناول الاكل ببطء، تمام؟ كل ما هتاكل الاكل ببطء كده وتمضغ الاكل كويس وتستمتع
تستمتع بيه كل ما ده هيزود عندك الاحساس بالشبع بكل سهوله. تمام. فتخلي ربع ساعه كده تقعد تاكل فيها كده ببطء كده وتمضغ الاكل كويس. وطبعا ما تبقاش قاعد قدام التلفزيون، ما تبقاش واخد بالك وعمال تاكل وخلاص، لان انت لو قاعد بتتفرج على حاجه ده هيخليك تاكل وانت اصلا مش مركز انت بتاكل ايه. لا، نحاول كده ربع ساعه وتاكل ببطء كده وتستمتع بالاكل، ده هيساعدك بشكل كبير جدا انك تحس بالشبع بكل سهوله. النصيحه التاسعه انك تتجنب الاكل بالليل، وخصوصا الناس اللي بتسهر، لان اصلا السهر ده مشكله لوحده. السهر ده هيزود عندك هرمونات الجوع وهيقلل هرمونات الشبع. فلما تيجي تاكل بالليل وتاكل وجبات دسمه كبيره فده هيزود احتماليه تراكم الدهون بكل سهوله. فانت ما تبدا تظبط نومك وتتجنب الاكل بالليل، وحتى لو بالليل جيت جوعت كده اكلت سناك خفيفه، خدت ثمره فاكهه، خدت علبه زبادي، خدت اي حاجه خفيفه، مش مشكله، بس حاول تتجنب الاكل بالليل الدسم وتنام بعده. دي من الحاجات اللي مش صحيه اللي ممكن تعملها. وده يوصلنا للنصيحة العاشرة والأخيرة، وهي النوم الكافي. النوم الكافي مهم جدا، انك تنام بدري وتصحى بدري وتنام نوم كويس، ده مهم جدا، بيساعد على ضبط هرمونات الجسم، هيزود عندك هرمونات الشبع ويقلل هرمونات الجوع، مش هيخليك تلخبط بالليل في السهرة. تمام. هيمد جسمك بالطاقة، هيزود معدل الحرق الطبيعي في الجسم، هيفوق جسمك. فالنوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا من اهم الحاجات اللي ممكن تعملها وتساعدك انك تخس وتظبط كل يومك اصلا وتحس ببركه في اليوم وبركه في الحياه. وبس وكده، دول 10 نصايح للنهارده لو عملتهم هيفرقوا معاك بشكل كبير جدا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد اول ما ننزله. واشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.